بعد بقائها عالقة لشهور داخل مدينة الفلوجة، الجيش يفتح ممرين لإخراج العوائل المحتجزة، حيث جددت قيادة العمليات المشتركة التأكيد على توفير ممرات آمنة لخروج أهالي الفلوجة، بينما تجري عمليات تحرير المناطق الواقعة على محيطها، ولا سيما في المحور المواجه لمدينة الرمادي، تمهيدا لاقتحامها وتحرير الأهالي من قبضة الإرهابيين. وبحسب نواف المعركة محسومة، واستعادة الموصل بات مسألة وقت فقط. في ضوء هذه الانتصارات المتلاحقة أصبحت عملية تحرير الموصل عملية سهلة إن شاء الله. نحتاج إلى وقت من أجل استكمال الحصار، استكمال الطوق العسكري حول هذه المدينة، وفي نفس الوقت إعداد الخطة اللازمة من أجل عملية التحرير. في كل الحسابات العسكرية المعركة إن شاء الله ستكون معركة حاسمة. أما الوضع الإنساني في مدينة الفلوجة، فقد أكد نواب من أهالي تلك المدينة أنه مأساوي، وعلى القوات الأمنية أن تفرق بين داعش والعوائل التي ما زال معظمها يعاني أوضاعا مأساوية جراء قتل داعش وحصار الجيش. عندما تتحرر هذه المناطق هناك ضغوطات على هذه العوائل، كيف إخراج هذه العوائل وكيف استقبال العوائل هاي من قبل الجيش العراقي اللي موجود. أما اليوم الجيش العراقي خل يعرف منه داعش ومنه كان مواطن مسيطر عليه في هذه المناطق. اليوم طبعا معاناة، والمعاناة كبيرة. ويذكر أن داعش قام بتفخيخ بعض طرق الممرات التي تم فتحها لاحتجاز العائلات واستخدامها كدروع بشرية تعيق تقدم القطاعات المرتقب لتحرير قلب الفلوجة. ولا شاكر، أخبار العرب، بغداد.